أكبر فضيحة للجزائر بعد زيارة رئيس الفيفا. رئيس الفيفا غادر بسرعة، وملعب كاليبتوس بالجزائر أصبح ركاما من الكراسي في مباراة اتحاد الحرش وكذلك جمعية وهران. شغب كبير والكراسي تهرست، والملعب اللي سنين وهما كيقدو فيه مشات فرمشة عين، تدمر كل شيء. وتم توقيف المباراة وانسحاب فريق الاتحاد الحراش، ودخل غرفة الملابس، والأمن قام بإخراج جميع الجماهير لكي تتم إكمال المباراة. أكبر فضيحة عاشتها الجزائر. رئيس الفيفا غامشة هما نوضوها قنبة بيناتهم. إلا شاف رئيس الفيفا شنو هاد الشي اللي دارو، غادي يقول هاد البلاد ليست لتطوير كرة القدم. هما رجوا المجيء ديال رئيس الفيفا من أجل تصحيح كرة القدم الإفريقية، ومن أجل إصلاح المهزلة اللي ديال الكاف، بما أن السيد كيدير ملاعب ديال الفيفا وكيحضر تطورات من أجل تطوير المنشأة في كل القارات الإفريقية. بلا ما نطول عليكم ونخليكم تشوفوا الإعلام الجزائري كيفاش كيتحسر على هاد المهزلة اللي دارها الجماهير.